يا ترى إيه هو السر اللي ممكن يقلب حياة أي حد تماماً؟ مش فلوس ولا علاقات، السر ده جوانا كلنا، بيبدأ من مكان واحد بس، العقل، وبفكرة بسيطة جداً، النهاردة هنفك شفرة السر ده، ونشوف إزاي ممكن يغير كل حاجة حرفياً في حياتنا. اسمعوا الجملة دي كويس. الإنسان بيتحول للي بيفكر فيه. جملة بسيطة قوي صح؟ ممكن تبان سهلة زيادة عن اللزوم، لكن صدقوني دي الخلاصة كلها. دي مش مجرد مقولة حلوة، ده قانون. فكرة صغيرة لكن تأثيرها ممكن يغير مصير بحاله. طيب، عشان نفهم القصة دي كلها، رحلتنا النهاردة متقسمة ل5 أجزاء. هنبدأ من البذرة نفسها، الفكرة، وبعدين هنشوف إزاي العقل بيشتغل كقائد صامت لحياتنا، ومن هنا هنفهم إزاي المعتقدات بتشكل هويتنا. بعدها هندخل في الجزء العملي، إيه هي الأدوات اللي جوانا للتغيير، وفي النهاية هنوصل لأهم محطة، وهي قرار الحرية. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، الفكرة بذرة الواقع بتاعنا. من هنا بالظبط بتبدأ كل حكاية. لازم نعرف إن الأفكار مش حاجة بريئة بتعدي في دماغنا وخلاص، لأ، دي بذور حقيقية بنزرعها كل يوم في أرض مستقبلنا. طيب خلينا نكون واضحين، الأفكار مش بريئة خالص. كل فكرة بتعدي في دماغنا ليها قوة خفية يمكن مش بنشوفها في وقتها. الأفكار الصغيرة دي اللي بنفضل نكررها بينا وبين نفسنا كل يوم بتتحول شوية بشوية لقوانين، لقواعد بنمشي عليها في حياتنا حتى لو مش واخدين بالنا. هي دي اللي بتبني الواقع بتاعنا طوبة فوق طوبة. شوفوا التسلسل ده عامل ازاي. الموضوع بيمشي كأنه وصفة بالظبط. بتبدأ الأول بفكرة عابرة. الفكرة دي لو اتكررت كتير بتتحول لإيه؟ لمعتقد، حاجة بنصدقها بجد، والمعتقد ده هو اللي بيشكل هويتنا. يعني إجابة سؤال أنا مين، وفي الآخر الهوية دي هي اللي بترسم طريق مصيرنا. يعني الموضوع مش صدفة أبدا. كده فهمنا دور الفكرة. ندخل بقى على الجزء التاني، العقل، القائد الصامت. فكروا فيه كأنه المهندس اللي مش متشاف، اللي بيرسم تصميم حياتنا كلها. بس المشكلة فين؟ إن المهندس ده في معظم الوقت شغال على الأوتو بايلوت، الطيار الآلي. بيستخدم برمجة قديمة جدا ورثناها من زمان من غير حتى ما ناخد بالنا. وهنا بقى الصدمة، أغلب الناس مش عايشة الواقع بتاع دلوقتي، هم عايشين جوه أفكار وبرامج اتكونت من سنين وسنين. البرمجة دي اللي أخدناها وإحنا صغيرين من أهلنا ومن البيئة اللي حوالينا هي اللي لسه بتتحكم في ردود أفعالنا وتصرفاتنا وتجاربنا النهاردة. طيب، ايه الفرق بقى بين العقل اللي ماشي بالبرمجة القديمة والعقل الواعي؟ بصوا على المقارنة دي. العقل المبرمج ده دايما عايش في الماضي، بيرمي اللوم على الظروف وبيشوف نفسه ضحية. على الناحية التانية العقل الواعي هو اللي بيخلق الحاضر، بيشيل المسؤولية وبيكون هو صانع حياته. التحول من هنا لهنا هو ده كل الموضوع. تمام، نوصل للجزء الثالث، المعتقدات، الصانع الحقيقي لهويتنا. هنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شخصي قوي، بنربط الأفكار اللي في الهوا دي بحاجة ملموسة جدا، إحساسنا بنفسنا، إحنا مين. كتير بنسمع كلمة معتقدات، بس إيه هو المعتقد أصلاً؟ الموضوع أبسط بكتير مما نتخيل. المعتقد ده ما هو إلا فكرة واحدة بس، اتكررت آلاف المرات لغاية ما العقل صدقها تماماً واعتبرها حقيقة مسلم بيها. بس كده. أحسن تشبيه للموضوع ده هو عدسة الكاميرا. تخيلوا إن أفكارنا دي هي العدسة اللي بنبص بيها على العالم، وده بيفسر ليه ممكن 2 يتعرضوا لنفس الموقف بالظبط، واحد يشوفه فرصة والتاني يشوفه كارثة. كل واحد فيهم بيبص من خلال العدسة بتاعته هو، العدسة اللي كونتها أفكاره. وهنا لازم نركز قوي. الهوية الحقيقية مش اللي الناس شايفاها فينا، الهوية هي اللي كل واحد فينا بيصدقه عن نفسه. ده بناء داخلي تماماً، بنبنيه كل يوم فكرة ورا فكرة، مش مجرد بطاقة شخصية أو وظيفة أو رأي الناس فينا. تمام قوي، كده شرحنا المشكلة وأصلها. ندخل بقى على الجزء الرابع والأهم، التغيير والأدوات اللي جوانا. خلاص فهمنا القصة، دلوقتي وقت الشغل. إزاي نتحول من مجرد شخص متفرج على اللي بيحصل في عقله للمهندس اللي بيعيد تصميمه بنفسه؟ طيب السؤال اللي أكيد بيدور في بالنا كلنا دلوقتي، نبدأ منين؟ إزاي التغيير ده بيبدأ فعلاً على أرض الواقع؟ العملية ليها 4 خطوات واضحة وعملية جداً. أول حاجة المراقبة. لازم نبدأ نراقب أفكارنا زي ما نكون بنتفرج على فيلم من غير ما نحكم عليها. تاني حاجة الاختبار. نمسك الفكرة دي ونسألها، أنت حقيقية أصلاً؟ إيه الدليل عليكي؟ تالت حاجة الاستبدال. أي فكرة بنكتشف إنها بتضرنا ومش بتخدمنا نشيلها ونحط مكانها فكرة تانية إيجابية وقوية. رابع حاجة ودي الأهم، التكرار. نكرر الفكرة الجديدة دي لحد ما تبقى هي الأساس، لأن التكرار هو اللي بيحفر مسارات جديدة جوه العقل. وخلوا بالكم من كام نقطة مهمة جدا هتساعد في العملية دي.
أولاً، العقل بتاعنا مش بيفرق بين الحقيقة والخيال، عشان كده التخيل أداة قوية جداً في البرمجة دي. ثانياً، التكرار مش حاجة مملة، التكرار هو عملية البرمجة نفسها. وأخيراً، البيئة اللي بنحاوط نفسنا بيها دي يا إما بتغذي عقلنا وبتقويه، يا إما بتجوعه وبتموته بالبطيء. ودلوقتي نوصل للمحطة الأخيرة والخامسة، قرار الحرية. دي الخلاصة كلها، أقوى رسالة في الموضوع ده، رسالة إن كل واحد فينا مسؤول، وإن الحرية دي موجودة جوانا أصلاً، بس محتاجة قرار. الجملة دي ممكن توجع شوية في الأول، لكنها في الحقيقة أكتر فكرة ممكن تحرر أي إنسان. محدش جاي ينقذك. فكرة إننا نفضل مستنيين حد يجي يصلح لنا حياتنا أو الظروف تتغير لوحدها، ده أكبر سجن بنحبس نفسنا فيه. القوة الحقيقية بتبدأ في اللحظة اللي بنبطل فيها انتظار. المعادلة بسيطة وصريحة جدا، المسؤولية تساوي الحرية. أول ما الواحد يقرر يتحمل المسؤولية الكاملة عن عالمه الداخلي، عن أفكاره وردود أفعاله، في اللحظة دي بالظبط بيلاقي الحرية الحقيقية. مفيش طريق تاني. كتير بنفضل محبوسين في اللي فات، بس الحقيقة إن الماضي ملوش أي سلطة حقيقية على اللحظة اللي احنا فيها دي. الحرية مش إننا ننسى الماضي، مستحيل ننساه. الحرية إننا نشيل من عليه الفيشة، ننزع منه القوة اللي بتخليه يتحكم في حاضرنا، والقرار ده بيتاخد دلوقتي. والجملة دي تعتبر تلخيص لكل اللي قلناه. المستقبل مش هو الشيء اللي لسه هيحصل، المستقبل هو الشيء اللي احنا مؤمنين إنه هيحصل. الأفكار اللي في دماغنا النهاردة هي اللي بترسم خريطة الأيام اللي جاية. وفي الآخر بعد كل الكلام ده، الكورة بترجع تاني لملعبنا. لو القوة كلها في الاختيار، ولو كل قصة بتبدأ بفكرة واحدة بس، يبقى أهم سؤال لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه هو: أنا هختار أفكر في إيه من دلوقتي؟